اهلا بكل متابعيني. النهارده ان شاء الله هنعمل بفتيك طري ومتماسك ومش هيفك منك ابدا، وهنعمل كمان كسل المراكب المحشيه باللحمه المفرومه. فاكرين اللحمه المفرومه اللي ضاعفنا الكميه بتاعتها؟ قلتلك نص كيلو ده هنعمل منه وصفه 2 و3. فعلا احنا عملنا كده، وهتشوفي الوصفات اللي احنا عملناها كلها مع بعض على القناه. وهسيب لكم ان شاء الله لينك فيديو اللحمه المفرومه او الكومنت في صندوق الوصف. قطعة اللحمة هنا يفضل انها تكون جاية للبفتيك. هنتبل البفتيك بمية بصلة وطماطمية، بشرناهم كويس جدا وحطيت لهم معلقة ملح كبيرة وحطيتهم في مصفى وسبتهم يتصفوا، وبعدين هاخد المية بتاعتهم بس. هنا للأسف في مقطع ما تصورش، ما كانتش الكاميرا بتصور، بس هقولك كل اللي انا ضفته فيه. ضفت 2 بيضة ومعلقة صغيرة ملح بس مليانة، ونص معلقة فلفل اسود صغيرة، ونص معلقة صغيرة شطة، ونص معلقة صغيرة بصل بودر، بس مش بحط اكتر من كده للبفتيك. الدقيق هنا بيختلف امتصاصه للسوائل من نوع للتاني. انا هنا كنت مجهزة معايا كوباية، بس انا ضفت شوية شوية بحيث ان انا يوصل للقوام اللي انا عايزاه. خلاص مش هضيف تاني، فهو اخد معايا بالظبط نص كوباية. احنا محتاجين القوام بتاع التتبيلة يكون زي قوام الكيك كده، لا هو سايل قوي بحيث ان هو ما يمسكش على التتبيلة، ولا يكون تخين قوي، يعني هيبقى كده زي العجينة فمش هيبقى لذيذ. لازم البفتيك بتاعنا يفضل في التتبيلة بتاعته على الأقل 4 ساعات عشان يكون هش وطري من جوه. نخلط اللحمة كويس جدا جدا مع المكونات. التتبيلة على فكرة مهمة قوي، هي اللي هتدي الطعم والطراوة لكل كل قطعة من اللحمة. البفتيك طبعا طبق رئيسي بيكون في العزومات، لو عاملة صنف و2 و3 لازم بتحطي معاهم البفتيك. حتى لو عاملة محشي وبط وفراخ ودنيا لازم بتحطي طبق البفتيك معاكي، بيشرف بصراحة في أي عزومة. بعد ما تبلتها كده مفيش، بحتفظ بيها لو في الصيف يفضل انك انت تحتفظي بيها في التلاجة قبلها بليلة او قبل الغدا ب4 ساعات على الاقل، عشان تتشرب كده في التتبيلة ويبقى طعمها حلو وتبقى طرية. التتبيلة دي انا معتمداها في البانيه والستريبس وفي البفتيك كمان. انا مش بطلع دقيق وبيض ولبن وبقسماط، لا احنا بنطلع كده اهو على البقسماط على طول، وهقولك على طريقة التسوية مع بعض. احنا هنا بنسخن الزيت كويس جدا جدا، ومجرد ما بننزل باللحمة بنخلي النار وسط. على فكرة في حاجة نسيت اقولها لك، ممكن عشان الفيديو عدى سريع. قبل ما بننزل بالبفتيك على طول في النار، يعني بعد ما بنتبله بنيجي نسويه، بعصر ليمونة كاملة على البفتيك وبقلبها فيها كويس خالص، بيديها طعم بصراحة حلو جدا. بعلي النار قوي وبنزل بالبفتيك، وبعدين بخلي النار وسط بحيث ان هو اللحمه بتاعتنا تستوي كويس. لو خليتي النار عاليه قوي هيتحمر معاكي واللحمه هتبقى شاده ومش هتستوي. لو خليتيه هادي قوي هينشف معاكي، مش هيبقى، يعني هو هيبقى مستوي بس هيبقى ناشف، مش هيبقى طري كده وهش من جوه ومن بره. شايفين التتبيله مستحيل تفك، هقولك دلوقتي هقلب فيها من هنا ومن هنا مش هتفك نهائي. ما تخليش البفتيك على ناحية واحدة ياخد اللون مرة واحدة علشان اللحمة بتاعتنا تستوي كويس جدا. يلا ندخل على وصفة الكوسة وبعدين نقدمهم الاتنين مع بعض. وصفة الكوسة هنا مش بس طعمها تحفة والكل هيحبها، لا كمان صحية ومفيدة لكل العيلة. الكوسة غنية قوي بالفيتامينات والمعادن، خصوصا فيتامين سي والبوتاسيوم، مفيدة للهضم وسهلة على المعدة لأنها فيها ألياف طبيعية، والسعرات بتاعتها كمان قليلة، يعني صحية ومفيدة، ولو حابة تقللي من الدهون هتفيدك جدا. وبيبقى شكلها حلو لما تتقدم في الطبق كده باللحمة المفرومة، سواء في العزومات او لبيتك كمان. نغسل الكوسة كويس جدا جدا. انا بنقعها في معلقتين خل كده وشوية مية حوالي نص ساعة، وبعدين بشطفها كذا مرة عشان الحاجات دي بتترش وكده، فلازم نهتم جدا بنظافتها. بقسمها نصين. الاول بشرشرها، بس اول واحدة هنا نسيت ان انا بشرشرها بالمقوار بتاع البتنجان العادي، وبعدين بقسمها بالنص وبفرغها من جوه. لو مش عندك المقور ده انت ممكن تعمليها بسكينه، ممكن تعمليها بمقوره بتنجان عادي، يعني مش شرط اللي انا بستخدمه انت تستخدميه. انت مجرد انك انت تشرشريها وتشيلي الذره اللي من تحت وتفرغيها من جوه كده، خلاص هي جهزت. وبالذات كمان لو مجهزين اللحمه زي ما احنا عملناها، زي ما قلت لك ان شاء الله هسيب لكم الفيديو بتاع اللحمه المفرومه اللي ضعفناها بالمكون اللي احنا حطيناه. يا ريت تنزلي تشوفي الفيديو، ولو عجبك تبعتيه لاصحابك. هو كمان الفيديو بتاع الكوسه ده. على فكره في المحاشي لو حابه تضيفي نص معلقه نعناع كده وتضيفيها في الحشو بيبقى طعمها حلو قوي بصراحه، بتودي المحاشي في حته تانية. هنا لما نيجي نحشيها احنا مش بنملى الكوسه
قوي في اللحمه المفرومه، ما تمليهاش جامد عشان وهي تستوي اللحمه ما تطلعش منها، لا انت يا دوب كده تحطي كده الحته اللي في النص وتضغطي كده بالمعلقه ضغطه صغيره. حتى انا دي المعلقه كانت كبيره، فجبت واحده صغيره علشان اعرف ان انا احشي بيها واضغط بيها اللحمه المفرومه من جوه. يفضل انك انت لما تيجي تسويها تغطيها الاول بورقه زبده، وبعدين بتلفيها تغطي الصينيه من فوق بفويل فوق الزبده يعني، قبل ما تدخليها الفرن. هقولك على دلوقتي على طريقه التسويه بتاعتها في الفرن، بس الاول نشوف الصوص اللي هنحطه لها يعني. مش الصوص يعني، الحاجه اللي هتسويها انت ممكن تسويها بطريقتين. لو حابه تحطي لها مرقه شوربه عادي جدا بس كده من غير صلصة، هي تستوي برضو هتبقى حلوة قوي. هقولك دلوقتي احنا مش هنهدر فاكرين البصل اللي احنا عملنا بيه تبلنا بيه البفتيك؟ اهو هاخد منه معلقة كبيرة على معلقة كبيرة سمنة بلدي كمان علشان تديها ريحة وطعم حلو قوي. هو والطماطم هشوحهم كده يا دوب هياخدوا لون، وهنزل بالطماطم عليهم. هعمل صلصة هي اللي هسقي بيها الشوربة، هسقي بيها الكوسة واحطها في الفرن على طول علشان خاطر تستوي. ممكن تعمليها بمرقة عادي جدا. هنا ضفت معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة شطة ونص معلقة كزبرة ناشفة. وهنعمل الصلصة بتاعتنا زي اي صلصة عادية جدا. خلاص كده مجرد ما تبدأ تتسبك وتطرد كده الإدام بتاعها، سواء سمنة زيت اللي انت حابة تستخدميه، بضيفها على الكوسة وهي سخنة، وكنت مسخنة الفرن درجة حرارة 250. وأول ما بدخل الكوسة بخلي درجة الحرارة 180 علشان تستوي على نار هادية وتبقى مستوية كويسة قوي. أخدت في الفرن معايا حوالي 40 دقيقة علشان الكوسة تتشرب كده في الصلصة بتاعتنا وتبقى حلوة مستوية وطرية. يا ريت تجربيها وتقوليلي في الكومنتات اذا كانت عجبتك ولا لا، ممكن ما تعجبكيش. اتمنى انك انتي تنزلي كده في القناة وتشوفي كل الوصفات، حلو وحادق بقى وعصاير وكل الحاجات. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم انا بقى كملوا الفيديو في طريقة التقديم بتاعته. السلام عليكم.